بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الوفاء بالوعد، هذه من الصفات الثبوتية في الخالق والمخلوق. أولا في الخالق بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يفي بالوعود التي يقطعها للإنسان في الحياة الدنيا والآخرة، ثم جعل هذه الصفة الثبوتية في الإنسان. ما معنى صفة ثبوتية؟ يعني هذه الصفة لا تحتاج إلى تشريع. كل إنسان سواء إذا كان في العراق أو في الصين أو في أمريكا أو في تركيا أو في أي بلد من البلاد أو في نجد والحجاز أو في أي بلد من البلاد، الوفاء بالوعد صفة ثبوتية في هذا الإنسان، ما يحتاج إلى تشريع. يعني كل التشريعات السماوية والأرضية والوضعية تقول بأن الوفاء بالوعد واجب. إذا وعد الإنسان إنسانا آخر بشيء ما، وجب عليه أن يفي بهذا الوعد. وهذا الوعد قد يكون أحيانا من شخص إلى شخص أو من شخص إلى أمة، كما هو الحال في رئيس مثلا الجمهورية أو في رئيس وزراء أو في الملك. إذا أعطى وعدا لشعبه وجب عليه أن يفي بهذا الوعد، وإذا لم يتحقق الوعد وجب عليه أن يعتذر أو أن يقدم المبررات التي تم بموجبها عدم الإيفاء. لماذا؟ لأن هذه صفة من صفات الإنسان الفاضل، وكل رئيس أو كل مسؤول هو إنسان فاضل يريد أن يقدم خدمة لشعبه ولأبناء جلدته. عليه فإن الوفاء بالوعد هو من الصفات الثبوتية الحسنة في الإنسان الفاضل الذي يريد التكامل والذي يريد أن يقدم شيء لإنسان آخر. هناك من الناس من لا يكترث بهذا الشيء، يعني يقول له والله سأفعل كذا وأفعل كذا، ثم بعد ذلك لا يفي ولا يعتذر، ولا يقول الله هو كلام مجرد كلام عابر. لا، هذا الكلام غير جائز. الذي يجوز هو أن إذا تكلمت صدقت، وإذا صدقت أوفيت، وإذا أوفيت أجزيت، وإذا أجزيت أكرمت، وإذا أكرمت أنعمت، واتقيت لتنال التقوى من الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تفي بالوعد، وعليك أن تكون حاضر القلب بنية سليمة كي يوفقك الله سبحانه وتعالى في تأدية الأمانات. وكذلك المسؤولون في العراق عليهم الوفاء بوعودهم أو الاعتذار وتقديم المبررات الصحيحة لشعبهم كي يعيشوا سعداء. الجميع يعيش في سعادة، الجميع يتعاون من أجل العيش بكرامة في هذا البلد الأمين الذي حظانا الله سبحانه وتعالى به، وبمباركة أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام والأولياء الصالحين في هذا البلد. إذن الوفاء بالوعد لتقديم الأفضل، الوفاء بالوعد من أجل إنسان ومجتمع فاضل يقوم على الصدق ومبدأ الوفاء الذي سنه الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.